انت شفتني ازاي وايه اللي خلاك تعمل كده؟ اسمي هبة وعمري 23 سنة. جميلة، عيوني عسلي وشعري بني وبشرتي بيضة وصافية. 55 كيلو وطولي 160. من الاخر كده بنت حلوة بمعنى الكلمة، لكن الحلاوة مختفية ورا هم كبير جدا. ده لاني اخر العنقود، بابا جوز اخواتي كلهم صبيان وبنات. هم بقى ليهم بيوتهم وعيالهم ومحدش بقى يسأل فيا خالص بعد وفاة بابايا. ييجوا يسألوا على ماما ويدوها مصاريف ويمشوا، انما انا ولا كأني موجودة. اخواتي كانوا بيعملوه معايا خلاني ازعل، ان اداني القوة ان انا اشتغل واعتمد على نفسي. خصوصا ماما بعد وفاة بابا كانت دايما تعبانة، خايفة احسن تسيبني هي كمان. قررت اني اشتغل علشان اصرف على ماما واصرف على نفسي كمان، من وقت للتاني ابقى اجيب اي حاجة لنفسي في جهازي، كان في المستقبل ابقى اتجوز. الفترة طويلة جدا بدور على شغل ولكن مش بلاقي. في يوم كنت فاتحة الفيس، كنت مشتركة في جروبات شغل كتير جدا، كان دايما بيظهر لي اعلانات شغل. اليوم ده ظهر لي اعلان شغل كان عبارة ان في شاب طالب مربية لطفله. مرتب كان مغري جدا، لان المربية دي كانت هتقعد مع الطفل من اول اليوم لاخره لحد ما باباه يخلص شغله ويجي يستلمه منها. وظيفة عجبتني جدا ورحت قلت لماما. ماما قالت لي مش هينفع، هو انتي عاوزة تروحي تشتغلي عند شاب عازب؟ يا ماما انا لو اشتغلت في شركة او اشتغلت في اي مكان برضو هيبقى في شباب. عارفة يا ماما انتي مربياني ازاي وما تخافيش عليا. مرتب مغري يا ماما وانا محتاجة اي شغل، عمالة ادور يمين شمال مش لاقية اي شغل مناسب. ماما فضلت معترضة فترة، ولكن انا فضلت ازن عليها علشان خاطر توافق. قلتلها يا ماما كده الوظيفة هتروح مني، دلوقتي كل شهر بيبعتولك مبلغ بسيط ومحدش فيهم بيسأل فيا، عمال يكبر وكل ما بيتقدم لي حد برفضه، مش متجهزة. لما قلت لماما كده صعبت عليها، قالت لي خلاص يا بنتي اشتغلي بس خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما مش عاوزاكي تشيلي همي. اتصلت بالرقم اللي كان محطوط في اعلان الشغل، ليا الشاب اللي كان منزل الاعلان، وانا اسمي هبة وجاهزة اني اشتغل، هاتلك اللوكيشن وتعالي النهاردة لو تقدري، يكون معاكي بطاقتك علشان اكشف عليها، انا هسيب معاكي ابني واطمن ان انا سايبه في ايد امينة. ما عنديش مشكلة وهجيلك دلوقتي. نفسي في خلال وقت بسيط ورحت العنوان اللي هو بعتهولي. وصلت المكان اتصلت على رقم بتاع الشاب، انا واقف قدام العمارة عليا وقال لي انا اسمي مدحت. قلت له وانا اسمي هبة. يا هبة تعالي بقى اتفضلي علشان نتفق مع بعض على كل حاجة. معاه الشقة، وللعلم ان الشقة بتاعته مامته عايشة معاه فيها، لكن مامته ست كبيرة وقاعدة على كرسي متحرك. طلعنا دخلني المكتب وقعد معايا، يسألني شوية أسئلة واتفقنا مع بعض على كل حاجة بطاقتي علشان يكشف عليها، وقال لي تعالي بكرة الساعة 8 الصبح. وخلاص ماشي وسبته ومشيت. رحت وانا فرحانة ان اخيرا هيكون معايا فلوس اجيب بيها كل اللي نفسي فيه وما تحوجش لحد. قلت نمت وصحيت تاني يوم الساعة 6 الصبح، حست نفسي علشان ما تأخرش، وكنت هناك الساعة 8 إلا 10 بالظبط. وصلت هناك مدحت قال لي انا مبسوط منك لان انتي وصلتي قبل ميعادك ب10 دقايق. اكتر حاجة بحبها في البني ادم اللي قدامي ان يكون شخص بيحترم المواعيد. الطفل الصغير اللي كان اسمه آسر مداني الطفل في ايدي، انا اتخضيت لانه كان طفل صغير جدا، قايل له راس من عين من رجل. بصيت له بصدمة. استاذ مدحت هو ابنك عنده قد ايه؟ بيقول لي ابني عنده شهر ونص، ضعيف كده لان هو مش نافع معاه اي نوع من اللبن، يرضع بيحصل له ارتجاع. عاوزة اسأل هي مامته فين؟
لكن مرضتش أسأل علشان مكونش رخمة ومتطفلة، لكن هو خد باله إن أنا عاوزة أسأل، بيقولي متسأليش ولا تتكلمي في الموضوع ده تاني. وقفت وهي بتولده على طول بعد ما قالي كده، لأني لاحظت إن هو كان هيعيط. خد في حضني ودخلت حميته ولبسته هدوم حلوة وقعدت أسرح فيه وألعبه لحد ما جه ميعاد الأكل. لقيته يا حبيبي مش عاوز يرضع من اللبن اللي أنا عاملهوله، جاع قوي اضطر إن هو يرضع. الأكل ما قعدش في معدته دقيقتين على بعض. ساعتها زعلت عليه قوي لأنه كان ضعيف وعضمه باين. بقيت معاه اليوم وهو مقطع قلبي. لما يومي خلص ولما جه أستاذ مدحت عشان يستلم ابنه مني، مش عاوزة أسيب الطفل لأني اتعلقت بيه جدا، حبيته قوي وكمان كان صعبان عليا. اديته لبابا وروحت في اليوم ده والله ما نمتش. جبت التليفون وقعدت أبحث على الأعراض اللي بتحصل لآسر. ممكن يكون عنده حساسية ألبان، معدته حساسة وحاجات كتير قوي أنا ما أقدرش أفهمها. في أسبوع بالظبط وأنا اتعلقت بآسر لدرجة إن أنا حسيت إن هو حتة مني. مكنتش عاوزة أسيبه لدرجة إني ترجيت مدحت إني أخده معايا، ولكن هو رفض ومن حقه لأن ده ابنه. الولد ما كانش بيرضع وكان حرفيا بيموت، صعب عليا قوي. قررت إني أعمل حاجة علشان ياكل وعلشان يرضع وعلشان يكون زي الأطفال اللي في سنه. لما بحثت في أكتر من مكان ينفع أخد علاج معين زي أي أم ووالدة، قررت بعد ما يومي ينتهي مع آسر أروح لدكتورة النسا. فعلا رحت للدكتورة ولكن فهمتها إن أنا لسه والدة، إن مفيش لبن خالص عندي، إني ضعيف وعاوزة أرضعه زي أي أم طبيعية. الدكتورة كتبتلي على أكتر من علاج، منهم حاجة كده عاملة زي الطوفي، حاجة جيلاتينية كده بتتمضغ. قالتلي خلال أسبوع بالظبط إن شاء الله هيبقى فيه لبن وتقدري ترضعيه طبيعي. كتبتلي على برشام أخده وقالتلي كمان لازم آكل أكلات معينة. خدت العلاج من الدكتورة وجبته، لقيت إن أنا أخده بنظام. كمان جبت شفاطة حليب علشان تساعده على إدرار اللبن. بعد مرور أسبوع بالظبط ابتديت ألاحظ إن في قطرات حليب بقت تنزل من صدري. فرحت قوي وقررت إني أرضع آسر في السر. مرة أخدته في حضني وابتديت إن أنا أرضعه، لقيته بيرضع على طول وكان حاسس بالأمان وكان ماسك فيا. يرضع وقت طويل والأول مرة ما يرضع ويشبع ما يرجعش. عدي الأيام وآسر بيكون متعلق بيا جدا، طبعا لأن بيعتبرني مامته. لكن اللي ما كنتش عاملة حسابه يعود عليا وياخد على الرضاعة الطبيعية يكون محتاجني بالليل. في يوم فضل يعيط جامد جدا ومرضيش ينام من غيري. مدحت يتصل عليا بالليل ويقولي آسر عمال يعيط وعمال يصرخ مش عارف فيه ايه. اول ما قالي كده عرفت ان هو عاوزني علشان يرضع. قلتله معلش ممكن يا استاذ مدحت تجيبهولي البيت، ولان في الوقت ده ما كانش في ايده اي حاجة يعملها، ان هو يسكت الطفل ده اللي قلبه كان هيقف من كتر العياط. فعلا بعد وقت بسيط جابهولي. اليوم ده آسر كان يبات معايا اغلب الوقت. طبعا مدحت قرر ان هو يزود مرتبي علشان بيات آسر عندي. انا مش عاوزة زيادة، انا كده كده حابة آسر وعاوزاه يكون معايا. مدحت قال لي انا مستغرب ان قبل كده كان بينام معايا، ويمكن هو علشان بيكبر وكان واخد عليا، بس انتي مصيرك تتجوزي، هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ وسيبها على الله، انا كده كده موضوع الجواز شايلاه من دماغي خالص. بتعدي وفي اليوم ده انا بكون في بيت مدحت لان مدحت قالي انا عاوز اشوف آسر. اغلب الوقت آسر بيكون في بيتي، هو مش بيحب يسيبني خالص ولا يبعد عني حتى ثانية واحدة. وصلت البيت مدحت قالي انا سايبلك المفتاح تحت المشاية، ادخلي على طول وانا ساعتين وجاي من الشغل. دخلت الشقة وسلمت على مامة مدحت وشفتها لو محتاجة اي حاجة كده. دخلت قعدت في الأوضة بتاعت آسر.
الأوضة وفضلت ألعب أنا وآسر شوية لعب طويل. آسر فضل يعيط علشان عاوز يرضع. ما كانش فيه حد في الشقة. أنا خدت راحتي وابتديت إن أنا رضعه وما خدتش بالي إن مدحت جه من الشغل. فضل فترة طويلة يتفرج عليا وأنا برضعه وهو مش مصدق، لكن هو مرضيش يتكلم وخرج وهبد الباب جامد علشان أعرف هو جه. وهقولكم بعد كده عرفت إن هو شافني منين. طبعا أول ما لقيت الباب اتقفل جامد عدلت هدومي وظبطت نفسي أسر على كتفي وخرجت علشان أشوف مدحت. كان مبتسم عكس المعتاد. كنت إني استغربت هو ماله عمال يبصلي ويضحك كده ليه. قلت لنفسي أكيد هو مبسوط عشان بقاله كتير ما شافش آسر وفضل يلعب معاه. بعد ما لعبوا كتير وعملتله الأكل علشان يتغدى وبيبصلي بخبص وبيقولي بقولك ايه، آسر كده ماله بقى كلبوس كده وجميل، تأكليه ايه ولا بترضعيه ايه؟ دهولك شبه خلة السنان. وما كنتش عارفة ارد عليه اقوله ايه. انا اتوترت معرفش ليه اني اجمع الكلام في الوقت ده. رحت كشفتله والدكتورة ادتني علاج ليه كويس من غير ما يرجع. ابتسم بخبص وقال لي اداته علاج طيب. رجلك والله مش عارف اقولك ايه على اللي بتعمليه مع آسر. محتاج تقولي حاجة لان آسر ده روحي. بيعدي وباخد آسر وبروح شهور وآسر بيكون عنده 7 شهور. دخلت في مرحلة انا ما كنتش عاملة حسابها خالص. آسر لما بيحتاج يرضع بيحط ايده يعمل كده قدام اي حد. حتى رضعه بيفضل يعيط ويتقمص مني وما بعرفش اصالحه. كنت في دوامة كبيرة ما كنتش لاقيالها حل. مبحبش ازعل آسر وفي نفس الوقت مش عاوزة حد يعرف اني برضعه. اتصل مدحت عليا وقال لي هاتي آسر وتعالي يوم الاجازة عشان وحشني قوي وعاوز العب معاه. قلتله حاضر يا استاذ مدحت هجهزه وان شاء الله هنيجي على الساعة 9 الصبح. قوم صحيت بدري وجهزت آسر علشان اروح اوديه لباباه. وصلنا البيت وآسر شاف باباه راحله على طول. ان آسر متعلق بباباه جدا وبيحبه قوي. ان يعتبر مدحت طيب وحنين عليه. اننا زي الاسرة الصغيرة. مدحت كان بيوحشه آسر وبيبقى عاوز يشوفه كنت بوديهوله على طول. ما اتصل عليه واقوله تعالى اقعد معانا. المرة اللي فاتت مدحت قرب مني ومن ماما قلبتنا وبقينا كأننا عيلة واحدة. في اليوم ده آسر فضل يعيط كالعادة وكان عاوز يرضع، لكن المرة دي ابتدى يحط ايده قدام باباه. اتكسفت جدا ووشي قلب ألوان وما كنتش عارفة اعمل ايه. حد بيبصلي بخبص وبيقولي ما ترضعيه. حاضر هقوم اعمله ببرونة وادخل ارضعه في اوضته. بيقولي ببرونة ايه، روحي الأوضة ورضعيه عادي. باستغراب وقلتله انا مش فاهمة. وبيبصلي وبيضحك وبيقولي هو انت هتعملي نفسك عبيطة، انا عارف كل حاجة من بدري. واحراج وعدم تصديق عارف ايه. شفتك وانتي بترضعي آسر على فكرة اكتر من شهر، وحكالي اليوم اللي دخل عليا وانا كنت برضع فيه. طبعا انا اتصدمت وبقيت محرجة جدا ومش عارفة ابرر اللي انا عملته. لقيته بيقولي صدقيني لا في داعي للإحراج ولا للكسوف. ليكي فضل كبير على ابني من بعد ربنا. كان زمانه مات. على حاجة يا هبة انا كنت فاكر ابني مش هيكمل. قلتله كتير جدا وكل الدكاترة قالولي انه تعبان وان صحته في النازل. حتى اللبن جبتله انواع مستوردة وانواع غالية جدا. مع ذلك ما كانش بيرضع ولما بيرضع كان بيرجع. حاجة كانت بتحصل قدام عينيكي وانتي شفتي. اللي عملتيه حاجة عظيمة جدا مفيش حد يعملها بسهولة. فضلت اشكرك لحد ما اموت مش هوفيلك حقك، كتر الف خيرك. وفرحني جدا ولكن في لحظة استوعبت كارثة. اطلب احراج وقلتله انت ازاي فضلت تتفرج عليا وانا برضع ابنك. كنت لابسة قميص بنص كم علشان اعرف ارضع آسر.
شعري وكمان ما كنتش متغطية. يعتذرلي وبيقولي والله أنا آسف والله ما كانش قصدي. من الصدمة ما كنتش مصدق اللي عينيا شايفاه. مش عليه من كتر الإحراج اللي أنا كنت فيه. آسر ودخلت علشان أرضعه. قلت أكلم نفسي شوية وقعدت أقولي هو أنا اللي عملته ده صح ولا غلط. وش آسر وقلت أكيد صح، يستاهل الدنيا بما فيها. علشان حبيت آسر قررت اني ما اتجوزش وافضل طول عمري يا ربي فيه. لما رضعت آسر وخرجت علشان اديه لمدحت لقيته بيصدمني للمرة المليون ويقولي انا عاوز اتجوزك. انا عارف ان انتي بنت وما سبقش ليكي الجواز قبل كده. انا والله العظيم ما قعدتش مع زوجتي الله يرحمها غير وقت بسيط جدا. ما بقيتش قادر ابعد عن آسر اكتر من كده، وآسر كمان ما يقدرش يبعد عنك. صراحة من غير لف ودوران انا بحبك يا هبة. انا مش بضغط عليكي، انا عاوزك تفكري براحتك على الاخر. مش عاوزاني آسر هيفضل معاكي، بس لما تتجوزي اكيد مش هتقدري تاخديه ولا انا هسمح ان انتي تاخديه. قلتله ابتسامة خفيفة وقلتله اللي انت ما تعرفوش انا مش ناوية اتجوز اصلا علشان آسر. قام عرضت عليا العرض ده، انا وعدك اني افكر. تبقى آسر وحكيت لماما كل حاجة حصلت. ضحكت وقالت لي والله كنت عارفة ان ده هيحصل. قلتلها ايه رأيك يا حبيبتي في الموضوع؟ بصي انتي بتحبي آسر وانا عن نفسي اعتبرته ابنك وتعلقت بيه. راح مدحت راجل بمعنى الكلمة، ولو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل زيه. استخارة يا بنتي وتوكلي على الله لو ارتحتي. فخلاص يا ماما، وصليت الاستخارة وشفت رؤية حلوة قوي. انا قمت من نومي مرتاحة وحاسة اني مبسوطة. على مدحت وقلتله انا موافقة تقدر تطلب ايدي من ماما. ليه السرعة دي؟ ده انا فكرتك هتسألي عليا. عليه وقلتله لا ما ينفعش اسأل عليك. ايه هو انتي بتحبيني؟ وقلتله لا انا ممكن اكون معجبة. بحبك دي كلمة كبيرة قوي، ينفع تتقال دلوقتي؟ ضحك وقال لي خلاص بالكتير واكون عندكم. مرور اقل من ساعتين لقيته جاي وجايب ورد وشوكولاتة ايدي من ماما، وماما وافقت على طول. فتحة وجبنا شبكة خلال شهر. خطبت انا ومدحت شهرين بالظبط. مدحت قرر يجدد الشقة والعفش. بعد ما جددنا الشقة وفرشنا العفش كتبنا الكتاب على طول. اتجوزنا. يوم دخلتي آسر كان معايا ومرضيتش اسيبه لماما. الوقت ده آسر كان عنده سنة و4 شهور بالظبط. معملناش فرح، اكتفيت ان انا لبست فستان ومدحت لبس بدلة وصورنا انا ومدحت وآسر 3 مع بعض. وبعد التصوير اتعشينا في مطعم، مشينا شوية وبعد كده روحنا على شقتنا. اليوم ده حياتنا اتغيرت 180 درجة. كنتش بحب مدحت حب صريح لا، لكن كان في اعجاب علشان آسر. تخيلي كده تتجوزي واحد يقولك صباح الخير بحبك مساء الخير بموت فيكي. ان مدحت طلع رومانسي قوي بشكل ما كنتش متخيلاه. شوية يقدر يضحك عليا بالكلام. كبيرة ان آسر طالع نسخة منه، طلع يغير عليا من باباه. بنا رزاني بالحمل كان زعلان مني جدا. ما هنسى يوم ما ولدت ورجعت باخته من مستشفى وهو بيقولي يا ماما انا زعلان منك. قلت له زعلان مني ليه؟ قالي ليه بتجيبي نونة ارميها في الزبالة وانا ارجع احبك تاني. فترة طويلة جدا انا ومدحت نعوده على البيبي ونعوده ان هو يحبها. غيران منها بشكل رهيب وكان مصمم ان نرميها في الزبالة. حاليا انا ومدحت بنحب بعض جدا. الحمد لله حياتنا في استقرار وكل يوم حبنا لبعض يزيد. زاني من مدحت ب4 أولاد، أولهم آسر وثانيا بنوتة زي القمر. ثالث مرة أنا جبت واد وبنت توأم. عندي عيلة صغيرة ما كنتش متخيلة ان ربنا هيعوضني العوض ده كله.
ربنا على وجودهم في حياتي، ربنا ما يحرمنيش منهم أبدا. رزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. هنا وصلنا لنهاية قصتنا. ما تنسوش تصلوا على النبي وما تنسوش اللايك. ايه رأيكم في التعليقات؟